ماذا قال مراد قريلان حول حرائق أسواق أربيل ودهوك؟ المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية العراقية ومدير عام وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان أكد خلال مؤتمر صحفي أن التحقيقات الأمنية توصلت إلى تورط حزب العمال الكردستاني باكاكا في الحرائق المفتعلة في أربيل ودهوك خلال الفترة الأخيرة. ولكن تعالوا نستمع إلى ما قاله القيادي في باكاكا مراد قريلان عن حوادث الحريق هذه. ميزاك مثلا ها آجر به جيوكي اوكت هفليري چنديو بريدي كي هلدا سرخوا عهد ملي herkes زانه سازیا کی ترکمن شوون تورانجی اون میته دا گریدایی پرورده اون میته دی پکی اونو بی میته او در شد و یادی چه کرکوکی جهنک جی شوتاندنه برياوي. ووفق ادعاءات قريلان أن هذه الحرائق افتعلتها المخابرات التركية والعنصريين الأتراك، لكن الحقيقة ليست كذلك. التحقيقات تؤكد وقوف باكاكا وراء هذه الحرائق. الجهة المنفذة والراعية لهذا الموضوع هي منظمة الباكاكا، وهي منظمة محظورة وعندكم معلومات كاملة عن هذا الموضوع. غايتهم من هذا الموضوع ضرب المصالح التجارية لإحدى الدول اللي هم مناوئين لها بشكل مباشر، وزعزعة الأمن والاستقرار في محافظات كركوك، أربيل، دهوك. الخلاصة، افتعل باكاكا هذه الحرائق لتعميق زعزعة وتدهور الوضع الاقتصادي الحالي في إقليم كردستان. وفي الوقت نفسه أراد باكاكا من وراء هذه الحرائق إدارة حرب نفسية عنيفة ضد الشعب الكردي وإغضاب وحشد الجماهير الكردية ضد حكومة إقليم كردستان. انتهت لعبة افتعال الحرائق التي قام بها باكاكا للقضاء على إنجازات ومكتسبات الكرد ببيان وزارتي الداخلية في العراق وكردستان، وسقط قناع الإخلاص والوطنية الذي لبسه قريلان على وجهه.